النمط الموسيقي اللي عم ألعبه هو شوي موسيقى شوي بسموها أندر جراوند أو الترناتيف ميوزك، يعني الموسيقى البديلة. ما تخيلت إنه مكان يكون مسارح، يعني مثلا بيلعب ببار ولا بمكان فيه عالم قدامك عم ترقص، فبيكون الشعور أسهل شوي. هذا شوي مكان جد، يعني له طابعه اللي إلى حد ما تقريبا جدي. وحسيت إنه حسيت حلو إنه أدخل هالأماكن. حسيت إنه هاي الفكرة اللي بلشت معي بغرفة صغيرة لساتني بنفس الغرفة الصغيرة، بس هاي الموسيقى ما عاد هي الغرفة الصغيرة، هاي الموسيقى صارت مكان عام، مكان فيه ناس، ما فيه مليون شخص بس فيه ناس حلوين. كم حدا بيسمعها بيحب يسافر مشان يجي على المدينة ويسمعها. شعور بالرضا أكيد. ما أنا فكرتي الأمانة، أنا فكرتي هي اللحن. بس فكرة دمج الموسيقى العربية مع الموسيقى الإلكترونية مبلش بيجينا من زمان، يعني مبلش ما بعرف مين أول حدا بلشه يعني، بس مبلش بيجينا من 10 سنين، بتخيل من 10 15 سنة، من وقت ما الناس احتاجت لموسيقى بديلة لشيء آخر يعبر عنه. الموسيقى الإلكترونية بتعطيك رتم، لحن متكرر بعد تررت 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 مثلا، أو دن 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 دن. فبالتالي هذا الشيء بيشبه شوي نمط الحياة، رتابة الحياة، روتين الحياة اللي بتعيشها طول اليوم، فبتحس بقرب منه. تروح على شغلك، بترجع تاكل، بترجع بتلتقي مع حدا، بتشرب فنجان قهوة، بترجع بتنام، بترجع بتروح على شغلك. فبيعطيك هي الرتابة اللي هي موجودة بالحياة للأسف، فبتحس بقرب منها. أنا ما كنت أنا حدا يعني بطرب على منشدين، بطرب على شيوخ، بطرب بنام على محمد عمران، بفيق على أم كلثوم.